الجمعه كان طريقنا. اعزائي المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين احنا طبعا يمكن مش فاضيين يوم الجمعه فهنعمل رساله الخميس. عايزين نعمل تعليق كده سريع على اهم الاحداث اللي حصلت الاسبوع اللي فات. شفنا قد ايه كان مليء بالمغامرات، كان مليء بالمحاضرات بالانترفيو. الدكاتره كلها علمت علينا للاسف. يعني باشمهندس يحيى تحب تقول لنا ايه رايك في محاضره المساحه اللي فاتت؟ انا والله ما حضرتش اي محاضره الاسبوع اللي فات. انا كايديولوجيا انا ما حضرتش محاضرات والله. انت فاكرني كده. كابتن حجازي كلمنا عن الطرق يعني. والله الطرق في حدوته حلوه الدكتور بيحكيها كله في محاضره يعني ومش عارف بننام في المحاضره. ايوه صح المره دي انا واحد من الناس اللي بس المحاضره كانت مليئه بالمعلومات. كابتن اشرف ممكن معانا خمسه كده بعد اذنك. هنا صح. احب انوه. انا نويت خلاص. بقى خلاص. دكتور الطرق نسى يقول قول انت. وقلب العربيه. لا نجيب البلدوزر يجيب العالي في الوضع، بعد كده نمشي للدراسه، بعد كده نرش طبقه التشريف. ياسر عملاق. يمكن يا جماعه الاسبوع ده يمكن ما نعملش رساله الجمعه الحقيقه. احب انوه معلش. اشرف قصدي نوه. عندنا الاسبوع الجاي بصوا يا جماعه مش عارف يعني في مبادره على الفيسبوك لو جمعنا 30 لايك ان شاء الله نلغي انترفيو المساحه. ونلغي كل الانترفيوهات يا جماعه. وعايزين نلغي انترفيو الطرق، وعايزين نلغي انترفيو الخرسانه، وعايزين نلغي انترفيو المواني وانترفيو السكه، عايزين نلغي الامتحانات. معانا هينضم الينا استاذ وليد ليعلق معنا على دكتور يعني ايه رايك في الدكتور مين الف في محاضره النهارده بتاعت السكه يعني. لا بجد والله يا ريت الراجل ده يدينا اي ماده ثانيه الترم الثاني والله. قول لك بقى بجد والله وانا الحاج صاحب البيت الحاج لا بجد والله يا ريت. لا واحنا حسبي الله. عايزين نعرف رايك في دكتور لا هو انا الحقيقه اللي خد مني النهارده شويه شغل زي الفل في الاستفتاء هو دكتور نون ميم بتاع ماده طه بتاع لا يا راجل عامل دكتور عبد الزهير بيقول لك هل يشجعك يعني يا جماعه لو حابين نعمل كده استبيان مع بعض. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هل يشجع الاستاذ الطلبه على التعبير عن وجهات نظرهم انت غبي بتسال السؤال بيقول لك ايه يشجع الاستاذ الطلبه على بذل قصارى جهدهم في المقارنه بحيث يجعل التعلم سهلا يا عم هي انا اعتقد دكتور قال ياتي في المواعيد بس الجميل في الموضوع ان الدفعه كلها قالت رايها باسلوب ديمقراطي في دكتور ميم بصراحه. انت يعني دكتور محمد الغندور هيلاقي في الورق بتاع الصحيه يعني كميه حب وتقدير واعزاز وبالذات الكلام المكتوب على الجنب يعني تحت الورق. وحسبي الله ونعم الوكيل. لا اله والله يا دكتور مين برضه من الناس اللي يعني هو اللي شجعنا ان احنا نعمل الاستفتاء دوت وقال لنا دكتور مين كان بيسخننا في المكتب. هو اللي شجعنا نعمل الاستفتاء وهو قاعد يسخننا كان بيسخننا في المكتب وانا عايز تحيه خاصه. خايف ان مين صادي شايل احمد مين غين ألف مين هو اول حرف من اسمه احمد الغندور. بس الشرابي نحب نسمع تعليقك على ماده المواني يعني ايه رايك في اللي حصل والله الوليه موراني حاجه وادي معانا واحد مش عارف اي حاجه. ايه المواد اللي عندنا النهارده؟ انا اخر مره كنت دافع جنيه ده خدت 3 نسخ من حاجه ما اعرفهاش. يا ابني احنا بنصور حاجه. يا سلام عليك الله يا سلام. ايه في الداخليه ده حط لي بقى اي حاجه. حط لي اي حاجه مزاجي. والبتاعه تيجي شرابي يا عم لا هات لي حاجه ولا هي جت لي العزيز. يا سلام عليك. ايه في حاجه ثانيه في حاجه ثانيه حاجه بقى في حاجات ثانيه ممكن ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه مشاعر ديت ايوه ده من التفاؤل باظه يحيى باعتبار مسجد الشرابي ياخد البتاع باظه الشرابي يلا مش عايز اضرب حاجه انا عندي فال واحد لا اتفرج
لا لا يا جدعان ازاي؟ لو ربنا تيجي عليا مش قادر يا بتروح فين؟ انا كمان هتخرج بقى. لا اثبت انت ايوه ايوه اثبت بس ورا خد بقى انت عايزين يلا اهو خش بقى هي لا دخلت مع تروح لك دخلت لازم ينزل يلا خرج السنه دي ان شاء الله خد يا ياسر خد يا ياسر خد يا عجوني ده الغمض بص يا شباب بص لا يا عم قوم الفيديو ده يلا انت مولد يلا انت بتأمن على هذا يا جماعه بصوا يا جماعه يعني يمكن الجمعه ما نقدرش نعمل فيديو لكن على الرغم ان عندنا ماده كان احنا بنشتغل عليها الاسبوع ده ما بين انترفيوهات ما بين انشات ما بين الله عليك يا بابا راينا النهارده الحقيقه يا جماعه درجات السكه كانت مشرفه يعني كابتن يحيى عملت ايه النهارده في السكه؟ كنا بس بنحب نطمن عليك كل انا جبت 5.5 مع ان انا يا جماعه يعني انت من المتميزين في السكه يعني يا جماعه انا متميزين في السكه يعني انا متميزين في انت السكه رهيب في السكه ما شاء الله عليك يعني ملخصاتك انا عامله لعبتي الخرسانه انا الحمد لله ما نجحتش في ولا امتحان خرسانه من ساعه انا جبت 10 ليه ما بعد اخر امتحان لو جبت ده الشيخ ياسر جاب 10 انا جبت 10 الشيخ ياسر ما اعرفش ازاي سبحان الله على حاله تقريبا 3 مسائل يعني منهم واحده غلط والله وانا سايب مساله بس الحمد لله جبت لنا انت في الاسم خدنا حاجات من عند رد كويسه مثلا جبت لنا الفلاش كنت خدنا حاجات من عند رد اجيبها لك دلوقتي هذا وقد اجيب لك الشنطه يعني حاله سريعه وقول يا رب نلحق نعمل ده سريعه نورتنا اخي يحيى على اللاب بتاعك والله علمك ما شاء الله وباقي البرنامج يعني اللاب جاله الشرف نقعد نلعب فيه صور